بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي العربي الأشموني وقناة الشمس الفضائية وملعب الشمس والإعلام القدير عبد الناصر زيدان. نحييكم من ملعب حمدين عبد الجليل بمدينة ديكرنس، حيث يستضيف فريق ديكرنس فريق السكة الحديد في الجولة 11 من مسابقة دوري المحترفين. هيمثل فريق ديكرنس النهارده لحراسة المرمى محمود منصف، اتنين مساكين احمد جمال واحمد الضماطي، باك يمين احمد الشاذلي، باك شمال احمد عيد، في نص الملعب كاظم صبري وكريم بدير، قدامهم احمد عصام شيكو، وفي اليمين معتز ابراهيم، وفي الشمال مؤمن سمير، ورأس حربة صريح احمد حسني. على الجانب الاخر هيمثل فريق السكة الحديد اليوم يوسف رحومة لحراسة المرمى، اتنين مساكين سعيد كمال الشهير بسعيده ومتولي حافظ، طرف يمين سامي عبد الستار، وطرف شمال احمد فوزي، ديفندرات محمد اشرف واحمد ربيع، قدامهم سيلاك، وطرف يمين محمود كشلط، وطرف شمال محمد نادي، ورأس حربة صريح محمود عبد العاطي. اليوم طاقم تحكيم مكون من الكابتن ابراهيم محجوب، يعاونه مساعد اول الكابتن وليد حميد، ومساعد ثاني الكابتن احمد زغلول، وحكم رابع الكابتن محمود منصور، ومراقب الحكام منطقة دمياط الكابتن ايمن النجار، ومراقب المسابقات الكابتن اشرف طلعت منطقة دمياط. بدأنا احداث اللقاء على بركة الله. الكرة في منتصف ملعب فريق السكة الحديد، تطلع كرة بره الملعب، رمي التماس لمصلحة ديكرنس من الجنب اليمين. معتز يلعب العرضية ولا يعدي؟ لعب العرضية حلوة، كرة يا ولد يا لعيب، العرضية حلوة لكن اظبط زاوية النشنكاني احمد يعصر. هنشوف كاظم صبري وكاظم على طول يلعبها حلوة حلوة حلوة. يا كريم يا بدير. رقم 11 على طول يسيبها، على طول تتلعب عالية، حلوة حلوة حلوة، ولكن على طول تمر كده. كرة حصلها لما جوه، يلا يا مؤمن نفكر في العرضية، ولعب العرضية خطيرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يطلعها مين؟ حارس المرمى يوسف رحومة. كشلط بيعلي الواحدة جوه الصندوق، وعلى طول بالهد من عبد العاطي، لكن حارس المرمى ده الشوط الثاني يشهد هدف ولا ايه؟ وده الشاذلي، الانطلاقة الشاذلي، والعرضية حلوة، الكرة يا ولد يا ولد يا ولد ببطن القدم، لكن ايه؟ ولكن مش معدية، على طول عند الضماطي وخطيرة، جول! لسه بقول لكم في هدف قادم، وهدف على طول بأقدام محمد عصام معروف، ولسه الكوره خطيره حسام جلال، وتسديده قويه ويطلعها على ضربه ركنيه. عادل، هل يا ترى وكاظم على ايمن بعيد، وارتقاء العالي خطيره، وحسام جلال فين يا حسام الضماطي، كره طوليه في العمق تترد، عصام بشتت تقلش الكوره، وفي هذه اللحظه يطلق حكم الساحه الكابتن ابراهيم محجوب صافره النهايه. كابتن امير عزم مجاهد، مبروك الفوز، 3 نقاط غاليه، مباراه صعبه النهارده امام فريق صعب على الارض. الله يبارك في حضرتك. وفي البدايه عايز اشكر المهندس خضر ابراهيم على استقباله لينا النهارده. الحمد لله مباراه صعبه، ملعب صعب جدا، نجيل صناعي كنس شويه، لكن الحمد لله نروح النهارده. انا النهارده اكتر حاجه بسطاني روح اللعيبه واصرارها، رغم ان انا عندي 4 غيابات مؤثره، سرد باكين ولاعيبه ثانيه في نص الملعب، لكن الحمد لله اجتهدنا واشتغلنا، فرجنا على فرقه ديكرنس كويس، مميزين في الكور الثابته، الحمد لله قفلناها كويس. عايز اشكر اللعيبه النهارده اللي نزلت الشوط الثاني، التغييرات الحمد لله عملت فرق، والحمد لله على كل حاجه. محمد نادي لاعب فريق السكه الحديد، مبروك الفوز، فوز غالي وفوز مهم خارج الارض، و3 نقاط غاليه. الحمد لله والشكر لله، 3 نقاط غاليه جدا خارج الملعب. اللعيبه رجاله، والكابتن امير تعب معانا والجهاز، واللعيبه تعبت الاسبوع كله عشان نقدر نجيب 3 بونت، والحمد لله يعني ان شاء الله مكملين، والماتشات اللي جايه نقدر نكسبها كلها ان شاء الله. محمد عصام لاعب فريق السكه الحديد، مبروك الفوز، 3 نقاط غاليه، مباراه قويه اديتوها النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على المكسب، نشكر ربنا، يعني تعبنا وعاملين اللي علينا الفتره اللي فاتت، وحاولنا برضو الاسبوع ده ان احنا نركز اكتر، نلعب على ملاعب ترتاح عشان نتعود على الاجواء، بنلعب فريق محترم، نتائجه كويسه ملعبه، بس الحمد لله ربنا كرمنا، وان شاء الله برضو اللي جاي يكون زي الماتشات دي ان شاء الله باذن الله. كابتن تامر رياض مدرب العام فريق السكه الحديد، الف مبروك الفوز النهارده، فوز غالي، 3 نقاط غاليه، مباراه قويه. الحمد لله كرم ربنا، وبشكر اللعيبه على الاداء وعلى الروح وعلى المكسب النهارده. تعهدنا من المباراتين اللي فاتوا من ماتش بتروجيت
ان احنا قدامنا 10 ماتشات ان شاء الله باذن الله نلعب على الفوز على كل الماتشات. انت عارف احنا كنا بننافس لاخر وقت السنه اللي فاتت، والسنه دي الحمد لله عاملين فرقه محترمه ونزلنا بالاعمار شويه، جددنا الفرقه كلها وبنلعب على الفوز على كل الماتشات. الحمد لله ربنا كرمنا، الماتش اللي فات كسبنا النجوم 4، والنهارده الحمد لله ربنا كرمنا بقينا 18 بونت. العمليه بتقرب وان شاء الله عندنا ماتش سبين هندي يومين راحه، وباذن الله هنستعد من يوم الجمعه للماتش الجاي بتاع ان شاء الله باذن الله شبين ان شاء الله. الهزيمة الثانية لفريق دكنس على التوالي خارجيا واليوم داخليا أمام ضيفه فريق السكة الحديد، وبهدف لا شيء ليؤزم موقفه في البقاء بدور المحترفين. رصد لكم هذا التقرير من ملعب حمدين وعبد الجليل بنادي دكنس الرياضي، كاميرا أحمد صلاح الزغبي وتعليق العرب العشموني وأحمد عبد السلام، وكان معكم محمود خالد، قناة الشمس، برنامج ملعب الشمس.